حالة من الغضب تسيطر على جماهير ناديي النصر والهلال السعوديين ضد الإعلام السوري مصطفى الآغا بعد تصريحاته الأخيرة في برنامج التلفزيوني سدى الملاعب، ومنعه لزميله الإعلامي عبد الله زنان عدم التمني بالفوز لفريق ضد آخر في برنامج، وهو ما رفضه الجمهور. وفي الوقت ذاته تضامنت جماهير النصر السعودي مع جماهير الهلال ضد تصريحات الإعلام السوري مصطفى الآغا، والتي طالبته برحيله عن القناة السعودية. وبدأت جماهير الهلال والنصر بحملة ضد الإعلام السوري مصطفى الآغا عبر منصات التواصل الاجتماعي تطالب برحيله عن القناة بعد تصريحاته التي تسيء لهم، وهو ما وصفوه بسلوك غير لائق من الآغا تجاه أحد زملائه، وهو ما رفضه الجمهور. وعقب ساعات من انطلاق حملة جماهيرية الهلال والنصر، تفاعل الجماهير بآلاف من النشطاء التي تطالب برحيل الآغا الذي أصبح مطلب جماهيري. وكان الإعلامي مصطفى الآغا قد قاطع أحد الضيوف الذي تمني الفوز للهلال، حيث قال مصطفى الآغا بالقول: البرنامج حيادي يقبل التوقع ولا يقبل التمني. في الوقت ذاته اعتذر الضيف على الهواء. وأشعل تعليق الآغا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق حساب يحمل اسم عدي بالقول: في الإدارة مبدأ لا يوجد تعلم من غير أخطاء، وأعتقد المقاطعين لها ما لها وعليها ما عليها. الدرس: لا تضع أحكام لكل الحالات، والتزم نفسك به، صدقني أول من يخالفه أنت. تحياتي.